مساء الطعام واللذاذة. هنعمل مع بعض النهاردة الوصفة الجميلة دي، وصفة ورق العنب أو وصفة اليالانجي. ازاي نحقق المعادلة الصعبة بين انه يكون طري زي الزبدة ومتماسك في نفس الوقت. شايفين الجمال واللمعة؟ وهنقدمه بالشكل ده مع طبق خضار جانبي كده وفراخ مشوية. وطبعا عشان مش متوفر ورق عنب فريش او طازة، هنستخدم ورق عنب معلب. طبعا واحنا بنختار ورق العنب سواء فريش او طازة او معلب، ان يكون لونه فاتح شوية، تكون الورقة صغيرة، وتكون عروق الورقة رفيعة مش عريضة ولا خشنة، علشان كل ما بتكون الورقة خشنة كل ما بيكون طعمها وحش وبتكون قاسية اثناء الاكل، ما بتكونش طرية معانا. لو حسيناها خشنة مسلوقة كويس بعد ما نغسل منها المواد الحافظة والسائل اللي هي محفوظة فيه، هنغلي مية كده وهنضيفها عليها 3 دقايق، وبعد كده نشيلها من المية السخنة. طبعا انا ما عملتش الخطوة دي علشان كان الورق مش خشن اوي. هنغسله كويس خالص تحت مية جارية. طبعا مش هنفككه علشان خاطر يفضل بنفس الترتيب، ما يتبهدلش معانا ولا يتقطع ولا نهدر منه حاجة. وبعد كده هنغمره بالمية وهنضيف عليه حوالي ربع كوب من الخل، نركنه على جنب من 10 ل15 دقيقة. بعد كده معايا 3 كوبايات من الرز المصري مغسولين كويس لحد ما تكون المية بتاعتهم شفافة مش منقوعين. هنضيف عليهم بصلتين كبار مبشورين وطماطمتين كبار مبشورين وحزمة كبيرة من الشبت والكزبرة ولو في بقدونس ونعناع اخضر. هنفرمهم ناعم بعد ما غسلناهم كويس وهنضيفهم على الخلطة. النوع اللي فات او النوع ده من النعناع هنستخدمش ورق نعناع كتير، يدوبك بس 5 ورقات كده ولا حاجة علشان خاطر ما يمررش معانا الوصفة. ومعلقة من الثوم المهروس على الشطة الحمراء الحامية، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم أو معجون الطماطم، رشة من جوز الطيب، معلقة صغيرة من الكزبرة والكمون والفلفل الأسود والسكر، معلقة كبيرة من الملح حسب الذوق طبعا، وعصير ليمونة كبيرة، وفنجان شاي من زيت الزيتون. هنقلب الخلطة كويس مع بعضها، ولو حابين نضيف شطة زي ما انا ضيفت كده شطة بودر عشان نزود من الحد بتاعه شوية، نضيف ونقلبها كويس خالص ونسيب الخلطة دي على جنب كده تتشرب كلها من بعضها حوالي 10 دقايق. واثناء ما هي بتتشرب مع بعضها كده هنحضر الخضار اللي احنا هنفرشه في قاع الحلة، وهنصفي ورق العنب كويس. بعد ما صفينا ورق العنب كويس بالشكل ده هنبدأ بقى نحشيه. هنبدأ بقى نعصب الصباع كده، ناخد الطرف اللي في الآخر وبعد كده الطرفين اللي في الجنب على حسب ما احنا حابين صباع المحشي يكون طوله قد ايه. ده الحجم المناسب بالنسبة لي، وما ننساش ان هو هينتفخ ويزيد حجمه شوية بعد ما يستوي. طبعا خطوة ان احنا منسلقش الورق، الخلطة نعملها كده كلها على بعضها ني في ني، بتوفر معانا في الوقت والمجهود، واننا ما نستهلكش مواعين كتير، وده الاهم طبعا. وطبعا الخلطة ني في ني كده خفيفة على المعدة، بالاخص واحنا صايمين. معانا معلقة كده عشان يبقى كل المقاس واحد. طبعا الكلام ده للمبتدئين، المحترفين يركنوا على جنب، الكلام مش ليهم يعني. كل ورقة عنب بيكون لها جنب خشن وجنب ناعم، فاحنا هنخلي الناعم لبره. اللي مش عنده زيت زيتون يضيف زيت نباتي عادي، بس يضيف عليه معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة البلدي، عشان زيت الطعام العادي مش له طعم ولا ريحة، فعايزين يكون له طعم جميل كده. طبعا ورق العنب لازم يكون حامض، فلو فيه دبس رمان بنضيفه كمان على الخلطة. في ناس بتعمل ورق العنب عصير الليمون بس، في بعصير الليمون ودبس الرمان، وفي بدبس الرمان بس، وبنضيفه اثناء التسوية كمان. فاللي عنده او متاح عنده يضيف. عبوة ورق العنب دي كفت كمية الرز اللي احنا عملناه. بعد كده معاه حلة اي نوع، هندهنها دهنة كده خفيفة من الزيت، وبعد كده هنرص فيها شرايح من البصل سميكة وشرايح من البطاطس. غسلنا البطاطس وسبناها بقشرها وقطعناها شرايح سميكة كده علشان تستحمل السوا وتكون معانا متماسكة أثناء التقديم، لأن هنستخدمها كأنها طبق جانبي. بعد ما رصينا البصل رصينا البطاطس وفوق منها الجزر وطماطم. الحلة تكون كبيرة كده علشان خاطر تديله مساحة ان هو يستوي كويس ويغلي وما يفرش ولا اي حاجة. طبعا الخضار له فايدتين اللي احنا حاطينها في قاع الحلة ده. الفايدة الاولى علشان خاطر ما نفقدش اي حاجة من اصابع المحشي، الفايدة التانية عشان نستخدمه كطبق جانبي كده. خلصنا بقى المحشي هنرصه واحدة جنب واحدة كده ونزنقه في بعضه علشان خاطر ما اثناء الغليان ما يفكش مننا. بعد ما خلصنا الحلة كده رص، هنضيف تقل كده علشان يمسك الورق اثناء الغليان وما يفكش معانا، اي تقل كده يستحمل الحرارة. وهنضيف بقى شوربة ايا كان الشوربة اللي عندنا، شوربة ايه.
اللي ما عندوش شوربة يضيف مكعب مرق مع شوية توابل المفضلة بالنسبة له مع مية مغلية، ويضيفها على المحشي، بس يكون الشوربة اللي احنا هنضيفها ما تغطيش المحشي بالكامل، تكون نص الطبقة الأخيرة كده، ونحطه على نار عالية لحد ما يغلي. نهدي النار تماما ونسيبه ياخد ما يودي مع بعضه كده لمدة ساعتين ونص أو 3 ساعات على حسب ما يستوي معانا. وما تخافوش مش هيعجن مننا ولا أي حاجة خالص. قبل ما نطفي حوالي ب5 دقايق كده هنضيف عصير ليمون ودبس رمان لو موجود. ما نحطش الليمون في بداية السوا علشان خاطر ما يخليش الورق معانا قاسي، احنا عايزينه يكون طري معانا زي الزبدة. بعد كده نطفي ونسيبه في الصوص لحد ما يهدى تماما. طبعا احنا عشان وقتنا ضيق فسيبناه حوالي نص ساعة كده، هو لسه بيبوخ معانا. نقلبه مع بعض ونقدمه بالشكل ده، جميل جدا جدا. شايفين اللمعة؟ نشيل بقى الخضار ده ونستخدمه كطبق جانبي كده. كل واحد له مفهوم عن ورق العنب ده. ورق العنب المثالي بالنسبة لي، الحموضة معتدلة وطري زي الزبدة ومتماسك في نفس الوقت. هنقدمه بقى مع الفراخ كده، يشرفنا في عزومات رمضان وأي عزومة كمان عندنا. أتمنى الفيديو يعجبكم وأشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.